زيد بن حارثة، هو صحابي وقائد عسكري ذكر بحب رسول الله، والوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، وكان مولى للنبي، فقد تبناه النبي قبل بعثته، وشهد العديد من الغزوات، وسوف نتكلم عن تفاصيل حياته بالحركة. ولد زيد في ديار قومه بني كلب، وعندما كانت والدته في زيارة لأهلها حدث هجوم على قبيلة زيد فأخذوه أسيرا وهو غلام صغير، وبيع في سوق العبيد مكة، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأهداه لعمته السيدة خديجة بنت خويلد زوجة سيدنا محمد. قامت السيدة خديجة بإهدائه للنبي محمد، واعتبره النبي فرد من أسرته، فتبناه الرسول. وجاء والد زيد وأعمامه إلى مكة بحثا عن زيد، ولما علموا أنه في كنف الرسول طلبوا منه أن يطلق سراحه، لكن زيد رغم الفرصة المتاحة له للعودة إلى أهله إلا أنه اختار البقاء مع النبي محمد لما وجده من حسن معاملة وحب. فلما علم النبي بهذا الموقف أعلن أمام الناس أن زيد ليس عبد بل هو ابني، وتبناه وغير اسمه إلى زيد ابن محمد. واستمر هذا التبني حتى نزول آيات القرآن اللي حرمت التبني، وعادت زيد لاسمه الأصلي اللي هو زيد ابن حارثة. وعندما بدأ النبي في الدعوة للإسلام كان زيد من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، ومنذ هذا الوقت صحب زيد النبي إلى أن أمره النبي بالهجرة إلى يثرب فهاجر، ثم آخى النبي بينه وبين حمزة بن عبد المطلب. شارك زيد مع النبي في غزوة بدر، وكان هو المبشر للمدينة المنورة بالنصر، ثم شارك في أحد والخندق وخيبر، وشهد صلح الحديبية، واستخلفه النبي محمد على المدينة المنورة حينما خرج إلى غزوة بني المصطلق. وكان زيد من الرماة المهرة، كما عقد له النبي اللواء في 7 سرايا، آخرهم كان لواء غزوة مؤتة، وجعله القائد الأول على 3000 مقاتل من المسلمين ضد الروم والغساسنة الذين يفوقونهم عدة المعتاد. فأوصى المسلمين بترتيب القادة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وبالفعل سرق رسول الله حيث قتل زيد في المعركة طعنا بالرماح، وكان ذلك في عام جماد الأول سنة 8 هجريا، وكان عمره وقتها 55 سنة. وكانت وفاة زيد بن حارثة لحظة مؤخرة في تاريخ الإسلام، حيث حزن رسول الله حزنا شديدا على فقدانه. وبكده تكون قصتنا انتهت النهارده، والى اللقاء في حلقة جديدة قريبا وصحابي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.